الاهتمام بقضية ستالينغو الصادر فيها الحكم مؤخرا من المحكمة الجنائية التونسية، يعني أثارت انتباه الناس، يمكن نظرا للأحكام المتوحشة والقاسية اللي صدرت فيها. يعني اللي تقريبا ثم 40 متهم، كي نجمعوا الأحكام الكل نلقاهم أكثر من 750 سنة. يعني وأحكام يعني حقيقة يعني لا أقول قاسية، بل هي في غاية التوحش. طبعا هذا الاهتمام هذايا يمكن هذا السبب، لكن يلزم نفهموا حاجة، أن الموضوع لا يقتصر على هذا التوحش في العقوبة، واللي فيها تنكيل وفيها معناتها قسوة لا مثيل لها. بالإضافة لذلك صحيح هذا، لكن لابد من وضع القضية في إطارها الصحيح. يرى هذا شيء ضروري. لماذا؟ يعني هذه القضية ستالينغو ما هي إلا حلقة من سلسلة كاملة من قضايا فبركها ووضعها الانقلابي قيس سعيد وحاك خيوطها منذ 25 جويلية 2021. المشكلة هو أن هذه القضايا بما فيها ستالينغو قد وقع حياكة خيوطها وفبركتها، لكن الفبركة هذه والحياكة كانت هي يغلب عليها العبث. لماذا العبث؟ وهنا أتكلم من موقعي ليس فقط كمختص في القانون، بل وأيضا كمحامي، واطلعت على الملف. هذا الملف، ملف ستالينغو، مثله مثل جميع الملفات الأخرى، فيه مخيط ناظم، هو أنها ملفات مفبركة ليس فيها من الناحية القانونية الصرفة أي شيء يمكن يؤدي إلى التجريم، يعني يؤدي إلى وجود حقيقة جريمة بالمفهوم القانوني في أركانها الثلاثة: المادي والمعنوي والعقاب متاعها. هذه القضية تاع ستالينغو هي حقيقة أنا أندهش كيف أن رجال قانون، يعني قضاة، تداولوا عليها واستطاعوا أن يجدوا في أي صفحة من صفحات الملف ما يمكن أن يدين أو أن يثبت أي تهمة على جميع المتهمين. بمعنى أن هذا الملف مثله كل ملفات الأخرى متاع التآمر ومتاع المدونين ومتاع الإعلاميين في تونس، كلها ملفات مفبركة. شنو كيف يقع ذلك؟ مسألة بسيطة جدا. الانقلابي يهدف إلى تجريف الحياة السياسية والحياة المدنية، ويهدف إلى إعاقة المجتمع وحرمانه من قواه الحية، من المناضلين، من السياسيين، من المفكرين، من المثقفين، من الإعلاميين. يريد إذن تجريف هذا الوضع. ماذا يفعل؟ يختلق القضايا، يختار من هذه النخبة من يريد، يقع القبض عليه، ثم تشتغل ماكينة جديدة تختلق جرائم وتختلق أفعال. يعني لو نشوفوا قضية ستالينغو هذه وشيء ما عنده حتى معنى على شركة معناتها موجودين آلاف منها في العالم، وهي شركات إعلام رقمي، يعني ويشتغل فيها صحفيين وإداريين ومدونين يقوموا بعملهم المهني. هؤلاء الناس كانوا في علاقة معناتها مع بعض السياسيين، وهذا شيء طبيعي، شيء طبيعي مع السياسيين ولا بعض الأمنيين إلى غير ذلك. فوقع حشر الجميع في قضية وتشوفوا الأحكام فيها. تصور نوضح خنفر
اللي هو المدير العام السابق للجزيرة، ولسنا نعرف ما هو علاقته بأي جريمة من هذا الموضوع، يحكم عليه ب 32 سنة من أجل جرائم. إذا نحن أمام ملفات تافهة فارغة لا تستقيم، ليس فيها أي تجريم، ورغم ذلك يقع الحكم فيها من طرف رجال قانون يدعون أنهم قضاة، في حين نحن لسنا في هذا المجال. نحن لسنا أمام قضاء مستقل، لأن لو كان هناك قضاء مستقل كان يحكم بالعدل والقصاص بالبراءة ولا يوقف أي أحد، لأن ليس هناك جريمة أصلا، بل نحن أمام قضاء مستغل. وطبعا مستغل من طرف الانقلابي الذي عزل قضاة شرفاء، عزلهم ونكل بهم ومنع حتى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بإرجاعهم لمهامهم، ضرب المجلس على القضاء. إذن أصبح القضاة الذين يحكمون هم مجرد موظفين يأتمرون بالأوامر لا أكثر ولا أقل، ويمكن يزيدون في ذلك. يعني مثلا الأحكام الصادرة في هذه قضية أنستالينغو أحكام حقيقة يعني لا قبل للمنطق لها، وبالتالي فإن هذه القضية يعني لا علاقة لها بالقانون، ليس فيها أي حجج أو أدلة قابلة للتجريم، بل هناك فقط أقوال وادعاءات ووشايات ومعناتها وشهادات كلها مضروبة مقدوح فيها. وحتى عندما نأخذها بعين الاعتبار ونرجع للقوانين النافذة في تونس نجد أنها لا تشكل في حد ذاتها جرائم يعاقب عليها. يعني هذا في خصوص الجزء الأول. وبالتالي هذه القضية ظاهرة أنها سياسية بامتياز، تهدف إلى ضرب كل القوى، يعني جزء من النخبة التونسية تمثل القوى الحية لتونس، تضربها، وهم 40 شخص، وعندنا في قضية التآمر راهم جايين تقريبا 40 شخص آخرين، وعندنا المدونين وعندنا كذا. يعني أنا قلت أن هذا الانقلابي يهدف إلى تجريف الحياة السياسية بحرمان المجتمع المدني والمجتمع السياسي من كل قوى الحية بفبركة قضايا، والفبركة هذه كانت فبركة عبثية لأن لا تستقيم بالمنطق القانوني المجرد. وبالتالي الهدف هو يعني ترسيخ الاستبداد وتخويف الناس وترويحهم ومنع بقية النخبة منهم الشخص المتواضع من أنه أنه يكون له الشجاعة والجرأة لأن يقول الحق. ونحن نقول الحق وننتظر مهما كان، لأن الظلم هو ظلمات وينتهي في النهاية بالفناء. هذا هو قاعدة التاريخ. طبعا ما يجب فعله في المستقبل، أنا شخصيا من الناحية القانونية تو الحكم هذا ابتدائي يمكن استئناف وتعقيب، لكن أنا من الناس الذين يقولون أنه لا فائدة تذكر من الوقوف أمام هكذا محاكم فيهم قضاة مستغلون وقضاة خائفون. يعني لا فائدة باش نمشي لا فائدة أن نلجأ إلى طرق التقاضي من الدرجة الثانية والتعقيب إلى غير ذلك، لأن رأينا أن محكمة التعقيب في قضية من القضايا قضية التآمر، على الرغم من أن الملف مثله مثل ملف أنستالينغو كله مفبرك وليس فيه أي شيء يقوم مقام الحجة الدامغة على ارتكاب جرائم، رغم ذلك محكمة التعقيب ساندت قرار دائرة الاتهام. يعني نحن لسنا أمام محاكم، نحن أمام موظفين مؤتمرين أو خائفين. وبالتالي لا أرى من الناحية القضائية أي شيء مجدي سنفعله. القضية سياسية بامتياز، ونحن ليس هناك محاكمة بل هناك احتجاز ومسك رهائن، زج بهم في السجون، لا التخلص منهم ومما
يمكن تؤدي حريتهم وبقائهم يعني كمواطنين، تؤدي إلى إزعاج الانقلابي، وبالتالي هو يرمي بهم في السجن لأسباب تافهة ولا تستقيم قانونا. وبالتالي هي مسألة سياسية، وهي مرتبطة ارتباط بالتخلص من هذا الوضع، من هذه الكارثة اللي أصبحت فيها تونس، هو كارثة الاستبداد المرفوق بالعبث. طبعا هذا مسألة أخرى تنقلنا إلى جانب آخر من جانب ضرورة النضال السياسي من أجل تغيير هذه الأوضاع. طبعا هناك إمكانيات أن هكذا محاكمات يمكن الاستناد إليها في المحاكم الدولية، وهناك جمعيات تشتغل على ذلك، جمعيات تونسية تشتغل على ذلك. يعني هذه كل المحاكمات الجائرة، المحاكمات غير العادلة، المحاكمات المفبركة، ستكون شهادات على الاستبداد وعلى الدكتاتورية وعلى الطغيان الموجود في تونس، لمحاسبة هؤلاء الناس الذين يرتكبونها، خاصة في المحافل في البلدان الأجنبية، عبر سواء الولاء الدولي للقضاء الدولي أو للوطني في البلدان الأوروبية. وهذا مسألة يعني ثانوية. هؤلاء الناس الذين في السجون في هكذا قضايا هم ليسوا مجرمين، هم ناس مظلومين، هم ناس رهائن، وسيسرحون يوم يبدل الله الأرض وما عليها في تونس، ونتخلص نهائيا من هذا الوضع هذا الذي يتميز بالاستبداد والعبث. الاستبداد والعبث في كل ما رأيناه من يوم 25 جويلية 2021 إلى اليوم. هذا هو الطابع الرئيسي لكل مجريات الأحداث في تونس: الانفراد بالرأي والاستبداد والتخلص من الخصوم بوسائل العبث، وإدارة الاقتصاد بالعبث، وإدارة الإدارة بالعبث، وإدارة كل شيء بالعبث. ومن يتكلم، وحتى قبل أن يتكلم من يتوقع أنه سيتكلم وسيعارض، فإننا سنفبرك له أي قضية لنزج به بالسجن. وهناك لدينا موظفين يلبسون عباءة القضاء ليحكموا عليهم بأقصى العقوبات، ونتركوهم للأبد الآبدين في السجن. لكن لا يدوم هذا الحال، لأنه مقام على الظلم، والظلم ظلمات ويؤدي إلى الخير.